الجمال ده؟ ما تيجوا بقى نعمل الفيديو. احنا النهارده معانا كيس، بس مش اي كيس. الكيس اللي معانا النهارده دي هي معموله للناس بتاعت العمله او الناس اللي بتبيع اعضائها او الفئه دي من الناس عارفينها. وبالمناسبه الفيديو ده مش غرضه اي حاجه الا ان انا استعرض معاكم الكيسه ونشوف الجمال ده بعينينا مع بعض. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر. يلا بينا ندخل على المواصفات على طول. زي ما انت ما شايف كده فالكيسه دي كلها من شركه اسوس. خلينا نتكلم مع بعض ببساطه شديده عن المواصفات اللي فيها وايه الحاجه اللي موجوده في الكيس دي. اول حاجه الكيس دي اسمها روج هيليوس، كيس فلاج شيب هاي اند، معموله ان هي تلم ال 40 90 ال 40 80، بس ما تحطليش فيها 16 50 فاهم. يلا نتكلم على اول حاجه معانا هي البروسيسور بتاعنا. البروسيسور بتاعنا في الكيس دي هيكون اي 7، مش جيل 11 ومش جيل 12، جيل 13 700 كي. بروسيسور 16 كور و24 ثريد. 16 كور دول 8 برفورمانس كور و8 افشنسي كور. البرفورمانس كور بتاعت البروسيسور ده بتوصل لحد 5.5 جيجا هرتز، ده الماكس تيربو بتاعها، والافشنسي كور بتوصل لحد 4.2 جيجا هرتز، ده برضو الماكس تيربو بتاعها. وطبعا 30 ميجا كاش. والبروسيسور ده عملاق حراره وكهرباء. البروسيسور ده بياخد البيز بتاعه كده اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم كده 125 واط، لو ضغطت عليه بقى وجبت اخره ياخد معاك 253 واط، ده اعلى حاجه بياخدها. وبما اننا اتكلمنا على البروسيسور فخلينا اكلمك على الكولر اللي انا بستخدمه في البيلد دي. الكولر ده هيكون من شركه انتك، اسمه انتك سيمفوني 360. انا واخد النسخه البيضاء علشان الكيس كلها سودا فقلت اكسرها باللون الابيض، ويا ريتني كنت خدت الاسود مش الابيض، يعني حسيت ان الموضوع لو كان كله سين اسود كان هيبقى احلى بكتير. المهم ان الكولر ده كويس للبروسيسور، يعني انا مظبط لي درجات الحراره بتاعت البروسيسور. على الايدل كان بيوصل معايا ل 35 و38. على البروسيسور ده بالكولر ده الدنيا تمام جدا. وكمان ضغطت على الجهاز ولعبت عليه، البروسيسور درجه حرارته ما طلعتش عن ال70، فالدنيا كانت بالنسبه لي تمام جدا. وبما اننا اتكلمنا على البروسيسور والتبريد فخلينا اكلمكم عن المذر بورد. المذر بورد اللي معانا في البلد دي هي اسوس زي 790 اسوس تاف بلس واي فاي. مذر بورد قويه جدا تستحمل معاك البروسيسور ده وتاخد معاك الاي 9 ما تقولكش لا. خليني برضه اديك تلميح بسيط كده على السبيكس اللي موجوده في المذر بورد بتاعتنا. بالنسبه للفيس باور بتاع المذر بورد دي، فالمذر بورد فيها فيس باور ممتاز جدا وعليه هيت سينك قوي. هو الفيس باور بتاعها 16 بلس 1 وكله عليه هيت سينك علشان لو في تبريد، في مشكله في التبريد لا الدنيا تمام جدا علشان تبقى قويه معاك وتستحمل كسر سرعه ستيبل. كده كده المذر بورد دي دي ار 5، فاحنا حاطينه 64 جيجا رام دي دي ار 5 من شركه تيم دلتا تاف اديشن، 5200 ميجا هرتز الرامه الواحده، هم 4 في 16. والمذر بورد دي بتيجي ب4 بنك رام ومكان للبي سي اي اكسبريس جيم 5، ده اللي هو لسه ما فيش حد هيستخدمه بس هو موجود في المذر بورد علشان قابليه التطوير بعد كده. كده 4 اماكن للام دوت 2 جيم 4، وفيها يو اس بي 3.2 تايب سي هيدر لو انت عايز تركب في الفرونت بانل بتاعتك تايب سي الهيدر موجود، وبرده فيها يو اس بي 3.2 تايب سي في الاي بتاعها. بالنسبه للايثرنت بتاعها فهو 2.5 جيجا بت، هو الايثرنت العادي دلوقتي، والواي فاي بتاعها واي فاي 6 اي. بالنسبه ليا كاحمد بقى انا عجباني المذر بورد دي لحاجه ثانيه خالص. المكان الادريسبل ار جي بي اللي فيها كتير، فيها هيدرز كتير تركب فيها ادريسبل ار جي بي وتركب فيها فانات، وتقدر تكستمايز اللي انت عايزه بالسوفت وير بتاع اسوس. اما بقى عن كارت الشاشه بتاع التجميع دي، فالكارت ده يعني مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس هو اسوس توب ار تي اكس 4080. طبعا انا مش هتكلم على سبيكس الكارت لو انتوا عايزين فيديو للكارت لوحده قولوا لي في الكومنت وانا هعمل لكم فيديو عن الكارت لوحده. الكارت ده طبعا هيكون 16 جيجا جي دي ار 6 اكس، كارت عملاق جدا. وطبعا احنا شفنا كروت الاربعينات كلها الهيت سينك بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، يعني انت محتاج كيسه زي دي علشان تحط الكارت فيها بدون اي مشكله. وبالمناسبه الكارت ده يشغل لك الدي ال اس اس 3 مفيش اي مشكله. علشان برضو تبقوا فاهمين الدنيا، انا مش جاي استعرض الكيس دي علشان اقول لك القطعه دي بقد كذا، لا انا من كتر ما انا شايف الكيسه قويه فانا عايز اظهرها لكم باي شكل مش اكتر من كده. فهتلاقيني مش بتكلم على سبيكس دقيق قوي، بس لو انت عايز ده قول لي في كومنت. اخر حاجه معانا بقى هي الباور سبلاي. الباور سبلاي بتاعنا في الكيسه دي 1000 واط من شركه اسوس، برضو 1000 واط روج ستريكس 80 بلس بلاتينوم. بس كده وبكده باختصار الكيسه دي هتقدر تشغل لنا ببجي محمول عادي بدون اي مشكله، وتشغل لنا فالورنت برضو مفيش مشكله. اكيد انا بهزر، الكيسه دي فلاج شيب تعرف تستخدمها. انا شايف بقى ان الكيس دي مش معموله للجيمر، يعني انت كجيمر انت مش هتستفاد بيها في حاجه، انت لو جبت حاجات اقل من كده برضه تستفاد. الكيسه دي معموله لو انت يعني شغلك من العرض تقيل قوي، مونتير في السينما مثلا،
واحد بتستخدم الشغل الهندسي بس بشكل قوي جدا، البرامج الهندسيه دي هتشغلها تمام قوي علشان البروسيسور والكارت كده كده. انا مش شايف الصراحه ان في اي هايلايت ممكن اتكلم عليه في الكيس، كفايه لحد كده. انا بس كنت حابب استعرض معاكم الكيس. لو عايزين نجرب الاداء بتاع الكيس في الشغل بتاعنا الا وهو الالعاب، يعني احنا نشتغل في ده تمام. ولو عايزين نتكلم بتمعن اكتر عن المذر بورد بتاعت الكيس والباور سبلاي والجرافيكس كارد والبروسيسور، قولوا لي في كومنتات وهعمل لكم فيديو تاني. فانا لحد كده وخلصت. انا احمد عارف ودي سيجما كمبيوتر، اشوفكم في حلقه جديده. سلام. وبالمناسبه استنوا رمضان، عشان رمضان احنا هنعمل فيه حاجات جميله جدا. هنفتح لايف معاكم، نتكلم معاكم، نقعد نلعب مع بعض، نشوف التقنيات الجديده، اجيب هوست معايا نقعد نتكلم مع بعض لايف، نشوف الدنيا رايحه فين. ولو انت عندك اي حاجه عايز تقولها لي هتلاقيني سايب الانستجرام بتاعي في الديسكربشن. ما تنساش تنزل تحت تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للشانل بتاعتنا، وتعمل منشن لصاحبك اللي معاه جهاز ب 50,000 جنيه بس. يعني بس كده. سلام.